السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم حبايبي، وحشتوني جدا جدا. النهاردة فيديو مطلوب مني، والنهاردة قررت ان انا اعمله لكم. طريقة السمبوسة مش شرط ان احنا نحشيها موالح، او مش شرط ان احنا نحشيها لحمة بس. النهاردة الحشوة بتاعتنا هتبقى مفاجأة. معانا طريقة العجينة: نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق عبارة عن كوبايتين ونص دقيق او 3 كوبايات. ومعايا هنا معلقتين زيت ورشة ملح، واقلبهم في بعض كويس جدا. واحط المية بتاعتي حسب العجن او حسب الدقيق اللي معايا. المهم ما تكونش العجينة معايا مرقة او بتلزق. عايزة العجينة بتاعتي تكون ماسكة نفسها، وكتر العجين فيها يخليه ملمسها ناعم. طبعا انا عجينة النهاردة على ايديا مش في العجان. اتعجنت واتلمت معايا بالشكل ده كده. هعجنها برضو بالايد لحد ما يكون ملمسها ناعم يعني شوفوا مش بتلزق في ايدي خالص، هي جامدة شوية. بلمها واسيبها ترتاح 5 دقايق، وبعد كده بقسمها لاتنين واعملها رول، واقطعها واعملها على شكل دواير. اهم حاجة التقطيع بتاعك يكون متساوي، تخلي الكور بتاعتك اللي هتقطعيها او القطع اللي هتقطعيها تبقى كلها زي بعضها ومتساوية. هقطعها معاكم بالشكل ده. وبرضو لو لقيت حاجة كبيرة بنقصها واكمل التانية بيها واخليهم كلهم زي بعض. هفردها بقى واحط عليها رشة دقيق وافردها واخليهم كلهم متساويين قد بعض. اهم حاجة مش هخليها مدورة، هخليها على شكل مستطيل. وهفردهم كلهم بالشكل ده. بفردهم كلهم واخلي الاحجام بتاعتهم كلها متساوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة لو الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناة، علشان كل يوم انزل لكم جديد، وتشجعوني بقى عشان اعمل لكم المرة الجاية حشوة مختلفة غير المرة دي. واي طلب تطلبوه مني او اي حاجة عايزينها اتمنى ان انتوا تكتبوها في التعليق، وانا هرد عليكم وهعمل لكم فيديو باللي تطلبوه. طبعا انا بعد ما فردتهم بجيب كل واحدة ارش عليها زيت او ادهن وشها زيت بالشكل ده، وارش رشة خفيفة من الدقيق، واغطي التانية عليها لحد ما اعمل الطبقات بتاعتي كلها بالشكل ده فوق بعض. انا بعمل كل ده ورا بعضه، ما بستنظرش ان انا اخلي العجينة معايا تريح، لان انا لو سبتها تريح هتلزق في بعضها، لان العجين فيه رطوبة. طبعا في الوقت ده انا معايا الصاجة بتاعة الفرن، بتاع فرن البوتاجاز، على البوتاجاز ومولعة عليها وهديت عليها علشان تسخن معايا. هدهن الوش زيت زي ما انتوا شايفينه، واحط دقيق. مشي بطريقه الخطوات ديت. الطريقه دي موفره جدا، مش هتستنظري ان انت تروحي تجيبي من بره. طبعا انا جبتها من بره قبل كده وكانت بتبقى معايا طريه وبتقبل زيت. طبعا العجينه دي انا لما جربتها وعملتها ما شربتش معايا زيت خالص، وبتبقى مقرمشه جدا وطعمها جميل قوي قوي. وهتجربيها ومش هتبطلي تمنعها طبعا من بيتك. انا بعملها وبخزنها عندي في الفريزر. وطبعا مش كل حاجة اللي انت بتشتريها بتبقى زي عمايل ايديكي، وكفاية الفرحة اللي انت تبقي فيها واولادك وبتبقي ضمناها انت عاملاها شكلها ايه. وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص عليكي، ده بالعكس موفرة، والدقيق موجود عندك في البيت ومفيش فيها اي تعب ولا اي جهد، كلها دقايق وبتخلصيها.
قوموا تشجعوا ودفوا البيت بريحة العجين بتاعتكم. طبعا بقلب الطبقات بتاعتي، لان الطبقة اللي تحت بتبقى صغيرة شوية عن اللي فوق، وبحاول اسويهم واخليهم كلهم متساويين زي بعض، وافردهم على شكل مستطيل. ما بخليهاش لا رقيقة قوي ولا سميكة قوي. معايا الصاجة بتاعة البوتاجاز برضو على النار اهيت، سخنت. هحط الطبقات بتاعتي علشان تاخد السوا بتاعها. شوفوا، بستنى على العجينة على نار هادية تكون معايا قلبت باللون اللي هو الصفاء، يعني صفار بس كده، تحس ان العجينة نشفت. مش بحمرها، انا بخلي العجينة تنشف معايا. شوفوا الطبقات بتاعتها عاملة ازاي، وبتتشال بسهولة ما بتلزقش، عاملة شكل طبقات الورق الجلاش كده. ايه الحلاوة دي يا ايمي؟ لا لا لا، ده خطيرة جدا، وبتتشد معايا بسهولة. اهم حاجة بالراحة وانت بتشديها علشان ما تتقطعش منك. انا حتى لو اي حاجة معايا اتقطعت مش بحاول ان انا اهدر فيها، وكل قطعة بتتقطع معايا انا بس بقدر ان انا استنفع بيها، مش برميها ولا اي حاجة. ممكن تحمريها وتعملي بيها ام علي، تحطيها في الحشو بتاعك. ابدا احطهم على بعد ما خلاص فردتهم، اسويهم كلهم تاني على بعض، واشيل الزوايا كده، او اشيل الجوانب علشان اخليها على شكل مستطيل، واقدر اقطعها قطع متساوية. بخليها معايا كده على اشكال متساوية. اهم حاجة ما تنسوش اللايك حبايبي، بحبكم جدا جدا. شوفوا عملت لي طبقات كتيرة جدا، وسهل ان هي تنتنب بسهولة جدا. شوفوا الورقة عاملة ازاي، شفافة جدا وحلوة قوي قوي، وهتحبوها. وممكن تعملي بيها اي حشوة انت حباها. شوفوا سهلة ان هي كمان تنطوى معايا. دي الطية بتاعت السمبوسة. الفيديو بتاع النهاردة سهل جدا، يعني في افادة فيه كتير، وموفر جدا جدا. عملت معايا عدد كتير طبعا. اللي بستخدمه واللي بتوفر معايا بحطه في كيس وعينه في الفريزر، وقبل ما استخدمه بطلعه يفك، وبعدين سهل الاستخدام. طبعا انا حشيته ايه؟ ما حشيتوش لحمه مفرومه، انا حشيته حلو، حشيته مهلبيه. كان عندي اطباق مهلبيه متوفره، وحشيتها مهلبيه وقليتها في الزيت، وبرش عليها السيرب او العسل بتاع الحلويات، وبألف هنا. وكانت فعلا تحفة جدا جدا، والأولاد كمان حبوها. مش شرط ان انت تحشيها حادق،
احشيها كمان حلويات، اعملي فيها اللي تحبي تحشيه، بسبوسة، اي حاجة. اهو صنف جديد وحلو وموفر ومش مكلف عليكي خالص. واتمنى النهارده ان الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك بالقناه علشان كل يوم انزل لكم فيديو جديد. واي حاجه تطلبوها اكتبوها لي في التعليق وانا ارد عليكم. شوفوا عامله ازاي بتقرمش.